يمكن سمعتوا قبل كده عن دموع التماسيح. ناس بتقولها على البكاء الكذاب والدموع اللي وراها خداع، لكن الغريب إن التمساح فعلا بيسيل من عينه دموع وهو بياكل فريسته، مش عشان ندمان، ده عشان دي طبيعة في جسمه. وهنا بيبدأ الغموض. كائن عيونه بتبكي لكن قلبه فتاك. تحت وش المية الساكن بيعيش الصمت القاتل، سيد النهر. التمساح مش بيجري زي الفهد، قوته في الصبر. يقعد بالساعات ساكن كأنه حجر، ولما تيجي اللحظة ينقض بسرعة، ما يديكش فرصة حتى تهرب. والأغرب إن ما يقدرش يطلع لسانه، مربوط في سقف حلقه عشان يفتح بقه تحت المية من غير ما يغرق. وكمان يقدر يعيش شهور كاملة من غير أكل. نفس البق اللي يخوف العالم، هو اللي بيحضن عياله ويحميهم. بره قسوة وجواه قلب أب. التمساح بيعلمنا إن الصمت مش ضعف، الصمت قوة. في ناس كلامها بيضيع قيمتها، لكن سكوتها يحافظ على هيبتها، ويمكن يخليها أخطر كمان. التمساح ورانا إن الصمت القاتل بيقتل، لكن في الليل في كائن تاني صمته مش موت، صمته حكمة. استنوني في الحلقة الجاية من همس المخالب، لما الصمت يتحول من فخ الحكمة. كل الناس سمعت عن جيسكا مدربة الحوت القاتل، الكل قال غدر بيها وإن الطبع غلب التطبع. لكن إيه رأيكم لو قلتلكم إن أوركا نفسه هو الضحية الحقيقية؟ حوت اتولد بغريزة صيد وقتال، اتاخد من المحيط واتحبس في حوض صغير، واتجبر يقدم عروض للجمهور كل يوم، يتصور مع الناس، يرقص ويضحك غصب عنه. 6 سنين وهو بيحاول يتطبع على حياة مش حياته، يدفن طبيعته الحقيقية تحت ابتسامة مزيفة، لحد ما اللحظة جت والغريزة انفجرت. يمكن احنا شفناها خيانة، لكن يمكن هي كانت حرية. يمكن احنا قلنا غدر، لكن يمكن هو قال أخيرا رجعت. دلوقتي قولولي، انتوا شايفين أوركا وحش غدار ولا كائن اتظلم ورجع لحقيقته؟ همس المخالب مش حكايات رعب ومش قصص أطفال، ده أسرار المفترسين الجانب اللي ما شافوش بشر، الحب والوفاء والخيانة جوه عالمهم. تفتكروا في حيوان مفترس لما يلاقي شريك حياته يفضل معاه لحد آخر نفس؟ الذئب علمنا إن الوفاء مش حكاية بشرية، ده قانون من قوانين البرية. ده الحيوان اللي لما يختار شريك حياته يعيش معاه العمر كله، ما يعرفش الخيانة ولا الفرقة. لو مات شريكه ما يدورش على حد تاني، يفضل باقي العمر لوحده، وكأنه بيحافظ على مكانه في قلبه. في عز الليل عواقه مش صوت خوف، ده صوته هو بيطمن عيلته، بيقول لهم أنا هنا وانتوا أماني. الذئب ما يعرفش يعيش لوحده، القطيع هو بيته. لو واحد منهم تعب أو اتأخر الكل يبطأ خطوته عشان يمشي معاه. يمكن الذئب يعلمنا إن القوة الحقيقية مش في الأنياب، لكن في الحضن اللي يلمك، وفي الناس اللي بتسيبك لوحدك مهما حصل. فهمس المخالب، كل مخلب وكل جناح لحكاية. المرة الجاية مش هنمشي على الأرض، هنطير مع جناح أسود، طائر بيحفظ وشك لو شافك مرة، ويعرف رد المعروف بهدية، ويودع أحبابه الجنازة. يقطع المسافة قبل ما الفريسة حتى تفهم إيه اللي بيحصل. شاعر السرعة ورسام اللحظة، كل خطوة منه لوحة، وكل انطلاقة قصيدة عن القوة والجمال. في عالم الصيد مفيش وقت للتجربة، يا تصيب من أول مرة يا تخسر كل حاجة. هو فاهم القاعدة دي كويس، عينه تلمع أول ما يشوف هدفه، قلبه يهدى وجسمه يشد كأنه وتركوس مستني الانطلاق. زمان كان نوع منه عايش بين جبال وصحاري الجزيرة العربية، لكن دلوقتي بقت أسطورة نادرة تتحكي. الأم في بطلة تعلم صغارها وتدافع عنهم لحد ما يقوم، وتسيبهم يكملوا حياتهم لوحدهم. الأب مقاتل وحيد إلا لو جمعوا القدر بأخوه. الفهد بيعلمنا إن الحياة مش سباق طول الوقت، أوقات لازم نستنى اللحظة الصح، وأوقات لازم ننطلق من غير ما تبص وراك. قولولي، لو جات لكم لحظة مصيرية، هتكونوا الفهد اللي بينطلق ولا الفريسة اللي بتتجمد مكانها؟ واستنوني في الحكاية الجاية عن كائن ما بيجريش ورا اللحظة، هو اللي بيخليها تجيله لحد عنده.
التحريم في الأكل مش معناه القسوة، الرحمة شريعة، وكل مخلوق جوه حكاية. يمكن الحكاية دي لو عرفناها نغير نظرتنا ليه تماما. الخنزير حرام أكله، لكن قليل اللي يعرف إن هو من أذكى المخلوقات. ذكاؤه يوصل لطفل صغير عمره 3 سنين، يعرف يتعلم أوامر ويحل مشاكل ويتعرف على نفسه في المراية، وده ذكاء مش سهل تلاقيه في حيوان. الحمار الصبر ماشي على 4 رجول، شايل وبيتحمل وذكي أكتر مما الناس فاكرة. القطط مش للأكل، لكنها تمشي في بيتك كأنها من أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم كرمها وقال إنها من الطوافين علينا. حتى الصقر جارح لكن مهيب وحر في طبيعته، وده درس إن القوة مش دايما معناها أذية. تفتكروا لو الحيوانات اللي حرام أكلها قدرت تتكلم، أول كلمة هتقولها للبشر إيه؟ ولو حابين أعمل الحلقة الجاية بمعلومات عمركم ما سمعتوها، تختاروا أي حيوان من اللي ذكرتهم.